لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. والنهاردة هنتكلم عن آخر أخبار الفنان عادل إمام. فاضل لنا الناس دي. اللهم افعرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم. زعيم الفن العربي الذي قدم زعامة فنية عمرها نصف قرن، وتصدر نتائج البحث في عالم السوشيال ميديا. سعادة سفير بوركينا فاسو. بوركينا ايه؟ بوركينا فاسو فهمت رئيس. فسو؟ ايوه فهمت رئيس. من قلة اسامي يعني؟ والله بلدهم هم حرين فيها. على رأيك فسو ما فسوش احنا ماتنا. انا فسو بيه، اهلا اهلا. فسو عالم طبعا. عن سر اختفاء وشائعات حول نجمنا الكبير حبيب الملايين عادل إمام. أنا سلم على أمي والسلام امانة يا غبي. الفنان عادل إمام الزعيم 82 عام، أطال الله في عمره. الكل يبحث عن آخر أخباره، حيث جرت شائعات كثيرة حوله أنه عنده زهايمر وأنه اعتزل التمثيل. وقد نفى كل هذا الكلام المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام. رايح الولاية مرعب، رايح الولاية مرعب. ونفى كل ما يتردد في وسائل الإعلام وعبر المواقع الإلكترونية، وأكد أن الزعيم بصحة جيدة وبخير والحمد لله، وهو يعيش في عزبته مع أولاده وأحفاده. أخ شريف، أيوة، كانت اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم أكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعا طبعا. حزام ايه؟ ناسف. ناسف يعني؟ أنت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي؟ أيوة. طب ما تطلعوا انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. وأكد المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام أن الزعيم يحضر الآن لفيلم جديد بعنوان الواد وأبوه، من إخراج رامي إمام وبطولة محمد إمام. على رأي الشاعر: رب قوم ذهبوا إلى قوم ولكن القوم الأولانيين لما ذهبوا للقوم التانيين ما لقوهمش، خدوا تاكسي ورجعوا تاني. وأكد عصام إمام أن الزعيم شقيقه من بعد مسلسل فالنتينو عام 2020 يعيش فترة نقاء وراحة وهدوء، وهو حق له. نافع بيومي وكيل الجامعة. حبيبي. بص، رئيس الوزارة هو اللي بيعزي نافع، بيهديه وبيطبطب عليه. أنا خاف لا يطلع في الآخر إن اللي مات جوز خالة نافع. إيه، ما تحترم نفسك يا أستاذ. مش قادر إيه؟ الناس مموتة نفسها من العياط وأنت بتضحك. ولو إن فيه أي شيء يدور حول صحته أو اعتزاله التمثيل أو أي شيء تخص الزعيم عادل إمام، فقال أنه لن يتم إخفاء أي شيء على أحد.
وعلى صعيد آخر احتلت أفلام النجم الكبير عادل إمام صدارة قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي بالسينما المصرية في مؤتمر صحفي في أول شهر 9 سبتمبر الماضي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وحاز على النصيب الأكبر ليكون أكثر الممثلين الكوميديين إضحاكا للملايين. هناك بعض الأشخاص يشمروا لنا، نحن لن نقبل أي شمبرة بأي حال من الأحوال. من يشمر لنا نشمر له. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. وكان نصيب الزعيم عادل إمام المرتبة الأولى ب18 فيلم، ثم جاء في المرتبة الثانية الفنان الراحل فؤاد المهندس ب11 فيلم، وجاء في المركز الثالث النجم الراحل سمير غانم ب9 أفلام. هم دول شايفين قدامهم دول حمير؟ اي والله حمير. ها؟ مين؟ اللي كانوا واقفين هنا اللي بيقولوا مباحث دول حمير واغبياء ولا يفهموا اي حاجه. اي والله حمير، بس طيبين قوي يا خال، طيبين قوي. دي كانت آخر أخبار النجم عادل إمام، ربنا يديم عليه الصحة.